وأما هل يحرم الوجور واللدود وبالجمل ما يصل إلى الحلق من غير رضاع، فإن مالكا قال يحرم الوجور واللدود. وقال عطاء وداود لا يحرم عند عطاء وداود ما بلا إذا ارتضع من ذات نفسه. أما إذا جرنا ووجرنا إذا الحليب وبنوجر الله فمه أو بنلتدب من أنفه. اللدود عند العرب إدخال الدواء من الأنف، أو إدخال الصليب، أو إدخال السم من الشقوق، عندنا يسموه ينشقوا. فإذا دخلناه من فمه بالقوة هكذا بأيدينا، أو دخلناه بلتدناه من عند مخرجه ووصل إلى حلقه ثم نزل إلى المعدة، هل يسمى رضاع شرعي أو لا؟ جمهور العلماء قالوا أنه رضاع وأنه يحرم ما دام قد نزل مرة واحدة عند الجمهور، أو نزل 5 مرات عند الشافعي والشوكاني، فإنه يحرم، خلافا لداود الظاهري قال لا يحرم إلا إذا هو يرتضع من عرض المره.